ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. النهارده ان شاء الله. طبعا يا شباب انتوا عارفين جدول المباريات الموسم ده في منتهى الصعوبة. طبعا كلنا بنتمنى ان يكون في فرق عندها مباريات سهلة، خاصة في البداية اللي بتكون الدنيا متلخبطة معانا، على اساس نشوف يعني احنا ممكن نقدر نختار مين يعني، او الفريق اللي نقدر ناخد منه اكبر عدد، بحيث انه يكون عنده مباريات سهلة في بداية الموسم. طبعا زي ما انتم عارفين، البداية بتكون من أهم الحاجات. انت ممكن يكون في فريق كويس وانت عارف ان هو كويس، زي مثلا ليفربول، زي مثلا مانشستر يونايتد، زي مثلا توتنهام. أي فريق انت بتحب يكون عندك لعيبة كتيرة منه، بتتمنى ان يكون أو الجدول بتاعه كويس في البداية. طبعا الموسم ده فيه مباريات صعبة، فيه مباريات سهلة في بداية الموسم. علشان كده يا شباب احنا يعني في الحلقة دي جبنا لكم أفضل فرقتين أو أفضل ثلاثة عندهم جدول مباريات في افتتاحية الموسم. أول فريق يا شباب معانا زي ما انتم شايفين كده هو فريق تشيلسي، وده يعتبر أفضل جدول أو أفضل فريق عنده مباريات سهلة في كل الفرق. تشيلسي زي ما انتم شايفين كده عنده في الاسبوع الاول. احنا خلينا كده متفقين يا شباب، الكلام اللي هو بالكلام الازرق دي تعرف ان هي مباريات سهله للفريق. اما لو حاطين النادي اللي هيلعبوا الفريق يعني مكتوب بالاحمر، تعرف ان دي مباراه صعبه. طيب احنا هناخد يا شباب اول 5 اسابيع لكل الفرق. اول 5 اسابيع بالذات هم اهم 5، لان كده كده بعد الاسبوع الخامس طبعا الكل بيبدا يغير. بتظهر لعيبه جديده، لعيبه بتتالق، لعيبه بتكون مستواها مش كويس فبنستبعدها، لعيبه بتبدا تتصاب، لعيبه بيكون عندها انذارات، فرق بتكون عندها مباريات صعبه. علشان كده احنا هناخد اول 5 اسابيع اللي هم بيحددوا شكل المسابقه في البدايه، واللي هم اهم شيء يهمنا طبعا في بدايه الموسم. اول فريق معانا عنده مباريات سهله يا شباب زي ما انتم شايفين هو تشيلسي. تشيلسي هيقابل في الاسبوع الاول كريستال بالاس. بالنسبه لتشيلسي واللي احنا شفناه من تشيلسي في كاس العالم للانديه والمستوى والتدعيمات اللي عمل بيها تشيلسي، انا شايف ان مباراه زي مباراه كريستال بالاس هي مش صعبه للدرجه على فريق زي تشيلسي ان يقدر يفوز المباراه دي، وكمان يقدر يفوز يعني بسكور ممكن 2 او 3، 3-1، 2-0، 3-1. فانا شايف ان فريق زي تشيلسي قادر انه يفوز في المباراه دي. طيب هيقابل في الاسبوع الثاني ويست هام، برضه مباراه يعتبر معقوله على يعني ويست هام كلنا شفناه الموسم اللي فات، كان دفاع من اسوأ الدفاعات. عشان كده سهل برضه تشيلسي يعمل حاجه المباراه دي. المباراه الثالثه هيقابل فولهام، برضه فريق يعتبر الى حد ما مش من فرق القمه، مش هو الارسنال ولا هو ليفربول ولا هو نيوكاسل ولا هو توتنهام. فعلشان كده انا شايف ان تشيلسي لحد دلوقتي جدولها صعب. في المباراة الرابعة هيقابل برايتون، هيقابل برينتفورد، وبرضه برينتفورد أي نعم غلسة شوية، بس مش صعب إن فريق زي تشيلسي برضه يقدر يحط فيها أهداف بسهولة. اما في المباراه الخامسه زي ما انتم شايفين هي اصعب مباراه بالنسبه له، ودي هيقابل فيها مان يونايتد، وان كنت اشوف يعني ان برضه مان يونايتد مش صعب للدرجه من المستويات السيئه اللي بيقدمها طول المواسم اللي فاتت. طيب ده يعتبر يا شباب من يعني من وجهه نظري تشيلسي يعتبر افضل فريق عنده بدايه موسم، عنده لعيبه كويسه. انا شايف ان واحد زي جواو بيدرو من افضل المهاجمين اللي هيكونوا في الموسم، على ما اعتقد ان الراجل ده هينافس على الهداف. عندنا كمان على ما اعتقد انه هيكون موجود وبقوه، يعني الاثنين دول كمان عندك بالمر، عندك كمان نيتو. يعني الرباعة دول هم على ما اعتقد هيكونوا اهم 4. انزو فرنانديز، عندك كمان في الدفاع كوكوريلا، كوكوريا وجوستون او اوجوستو، يعني اكتر من لاعب. وفي كمان في حراسة المرمى سانشيز. فانا اعتقد ان فريق زي تشيلسي في بداية الموسم لازم يكون عندك منه 3 لعيبة لحد المباراة الخامسة على الاقل. انت براحتك بقى، تحب تجيب 3 في الهجوم، تحب تجيب 3 من مثلا مدافعين، تحط حارس مرمى. انا عن نفسي يعني انا شايف ان افضل شيء ان انا يعني احط 2 مثلا من وسط الملعب، اللي هو جواو بيدرو. اذا الراجل حطه راس حربة خلاص هنخليه راس حربة، ومعاه مثلا واحد زي بالمر او واحد زي نيتو، واخطف معاه واحد زي كوكوريا في خط الدفاع. ان الراجل ده الموسم ده هيكون خرافه. انا متاكد ان كوكوريا هيكون من افضل المدافعين الموسم اللي احنا هنبقى فيه ده ان شاء الله. ده بالنسبه لفريق تشيلسي. يليه تاني فريق عنده مباريات سهله هو فريق توتنهام. توتنهام طبعا عمل تدعيمات كويسه، الفريق الموسم ده هنشوفه شكل تاني. علشان كده انا شايف ان فريق توتنهام برضه تحط عينك عليه في بدايه الموسم، خاصه ان عنده مباراه الافتتاح هيقابل بيرلي، الفريق اللي لسه صاعد حديثا
من دوري الدرجة الثانية. عشان كده أنا شايف إن توتنهام عنده فرصة كويسة في أول مباراة. تاني مباراة لتوتنهام للأسف هيقابل مان سيتي، زي ما أنتم شايفين مكتوب بالقلم الأحمر، ده معناه إن المباراة صعبة. ولكن مش مشكلة، احنا عارفين السيتي برضه مش في أفضل حالاته، بيدخل فيه أهداف كتير. كلنا شفنا الاتحاد اتحاد جدة السعودي قدر يفوز عليه 4-3. كل الفرق بتقدر تحط فيه أهداف ببساطة، فأنا شايف إن فريق توتنهام مش صعب يعني يفوز على السيتي. عنده المباراة الثالثة يا شباب هيقابل بورنموث، والمباراة الرابعة هيقابل ويست هام، أما المباراة الخامسة فهيقابل برايتون. يعني أنا شايف إن بصراحة يعني جدول ممتاز لفريق زي توتنهام في بداية الموسم. ممكن برضه نحط إن عليه نخطف منه 2 أو 3 لعيبة مع تشيلسي، لأن هم دول أفضل فرقتين تقريبا عندهم مباريات. أما الفرق بعد كده يا شباب فكلها متساوية، وفي فرق عندها مباريات صعبة وفرق عندها جدول سهل. عندك مثلا فريق زي ليفربول، ليفربول هو هيفتتح الموسم مع فريق زي بورنموث، مباراته سهلة مفيش مشاكل. انما بعد كده في الجوله الثانيه هيقابل نيوكاسل، في الجوله الثالثه هيقابل الارسنال. طبعا مباراتين ولا اصعب، صعب انك تكتر من لعيبه من فريق زي ليفربول في بدايه الموسم. عشان كده انا ما انصحش يا شباب انك تبدا ببدايه الموسم من ليفربول باكتر من لاعب ومحمد صلاح. يعني انا شايف لو انت هتختار لعيبه من ليفربول في بدايه الموسم فهو كفايه محمد صلاح فقط لا غير، لان عندهم مباريات صعبه في بدايه الموسم زي ما قلت لك. المباراه الثانيه نيوكاسل، المباراه الثالثه ارسنال. المباراتين دول ممكن يعني ليفربول يتهزم فيهم عادي، ممكن مباريات تطلع 0-0. عشان كده انا مش شايف ان انت تكتر من اللعيبه بالنسبه للفرق دي. عندك كمان يا شباب نيوكاسل برضه عنده جدول صعب في بدايه الموسم. يعني عندنا كده ليفربول ونيوكاسل عندهم يعني جدول صعب جدا. عندك نيوكاسل هيقابل استون فيلا الجوله الاولى، وهيقابل ليفربول الجوله الثانيه. عشان كده برضو ما انصحكش انك تكتر من اللعيبه، وخاصه على خط الدفاع وحراسه المرمى. لو هتخطف ممكن تخطف واحد زي ايزاك، مفيش مشاكل، ده لو استمر طبعا مع الفريق. يعني المهم تخطف فرده وخلاص ما تكترش. كمان نفس الكلام ينطبق على استون فيلا، للاسف عنده استون فيلا برضه عنده جدول صعب جدا جدا في بدايه الموسم. استون فيلا هيقابل نيوكاسل اول مباراه، ثاني مباراه هيقابل برينتفورد، هي برضه تعتبر الى حد ما صعبه شويه، هيقابل كريستال بالاس في الجوله الثالثه برضه الى حد ما صعبه شويه. عشان كده انا شايف فريق زي ليفربول، فريق زي استون فيلا، فريق زي نيوكاسل، فريق كمان زي الارسنال، الاربع فرق دول هم اهم اربع فرق في الدوري. ولكن للاسف احنا مش هنقدر نكتر ازيد من لاعب في كل مركز علشان عندهم مباريات صعبه. زي ما انتم شايفين كده فريق زي الارسنال عنده المباراه الاولى هيقابل مان يونايتد، طبعا مباراه صعبه. المباراه الثانيه بس اللي هي سهله اللي هيقابل فيها ليدز يونايتد الى حد ما سهله. بعد كده في الجوله الثالثه هيقابل ليفربول، في الجوله الرابعه هيقابل نوتنغهام فورست، وكلنا شفنا نوتنغهام فورست فاز على الارسنال تقريبا مباراتين الموسم اللي فات. المباراه الخامسه يقابل مان سيتي، يعتبر اصعب جدول للفرق هو الجدول بتاع ارسنال. الارسنال للاسف عنده اول اربع مباريات صعب من الخمسه. عشان كده انا شايف ان انت تبعد الارسنال، لو هتخطف اخطف فرده على حسب راحتك، بس ما انصحش ان هي تكون في الدفاع وحراسه المرمى. لو هتخطف ممكن تخطف واحد زي سياكا مفيش مشاكل، ممكن راس حربة، ممكن مثلا واحد زي من خط الوسط. المهم انك تبعد عن خط الدفاع وحراسة المرمى. كمان يا شباب زي ما قلت لكم هم اكتر الفرق صعوبة، واغلب الفرق عندها جدول صعب. هم فرقتين بس اللي تقدر تعتمد عليهم، زي ما قلت لك تخطف من تشيلسي وتخطف من توتنهام. حاول تكتر في بداية الموسم للفرقتين دول بالذات، لان هم اكتر فرقتين عندهم مباريات سهلة. على الاقل لازم يكون عندك 3 من تشيلسي و2 من توتنهام على الاقل في بداية الموسم، من المباراة الاولى حتى المباراة الخامسة. ودول 5 لعيبة اظن كويسين في بداية الموسم انك تخطف 5 لعيبة من فرقتين عندهم جدول سهل. اما باقي الفريق اللي هو ال6 لعيبة، فعلى ما اظن كمان يا شباب ان في فريق سهل كمان عنده مباريات سهله، ودي بصراحه جت صدفه. عايزين نشوف كده مين الفريق ده. الفريق ده يا شباب هو طبعا هيكون ايفرتون برضو عنده اول 5 جولات في منتهى السهوله. عشان كده انا شايف واحد زي بيكفورد حاول ان انت تحط عينك عليه وتاخده معاك في التشكيله. مبارياته كلها سهله في البدايه. اعتقد ان واحد زي بيكفورد على ما اعتقد هيطلع بممكن 1 أو 2 كلين شيت في بدايه الموسم. علشان كده انا شايف ان برنتفورد تعتمد عليه في بدايه الموسم انك تكتر منه اللعيبه. حاول تاخد واحد زي بيكفورد بحراسه المرمى يطلع لك ب2 أو 3 كلين شيت في بدايه الموسم. كمان لو عايز تخطف فرده من الدفاع. لكن اما خط الوسط والهجوم على ما اعتقد ما عندهمش كتير. دي يا شباب اهم 3 فرق عندهم مباريات سهله، زي ما قلنا تشيلسي رقم 1، توتنهام رقم 2، رقم 3. حاول تكتر من اللعيبه
اللعيبه بتاع الثلاث فرق دول في بدايه الموسم. زي ما قلت لك الارسنال عنده 4 مباريات صعبه من 5، يعني صعب تاخد حد غير ساكا. ليفربول عنده اول 3 جولات صعب ما فيهمش غير بورنموث، وبورنموث مش سهل للدرجه برضه. يعني على اعتقد غير صلاح ما تاخدش من ليفربول. يعني انت لو هتيجي تختار تشكيله في بدايه الموسم وهو صلاح من ليفربول فقط لا غير، ممكن ساكا من فريق زي طبعا ارسنال، كمان نيوكاسل واستون فيلا مباراتهم صعبه جدا جدا في بدايه الموسم. على اساس لو انت عايز تاخد واحد برضه تاخد ممكن واحد زي واتكنز، واحد زي ايزاك. اكتر من كده ما تكترش في الفرقه دي، ما تطلعش بره الكلام او اللعيبه اللي احنا قلنا لك عليها دي، لانك لو خدت اي لعيبه تاني في بدايه الموسم من الفرقه دي صدقني مش هتكسب حاجه، هتخسر كتير. زي ما قلت لك ركز على تشيلسي، ركز على توتنهام، ركز على ايفرتون. الفرقه دي عندها مباريات سهله. تشيلسي الموسم ده قوي جدا جدا جدا، وعلى اعتقد هيكون اقوى في خط هجوم هو خط هجوم تشيلسي. وخاصه يعني في اول 10 مباريات من الدوري هنشوف تشيلسي بيحرز اهداف كتير. عشان كده ركز على خط الهجوم، حاول تكتر لعيبه من تشيلسي في بدايه الموسم. طبعا البدايه مهمه يا شباب، حاول تركز فيها علشان ما تخسرش كتير. اتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.